نبدأ يومنا بصباح الخير. صباح الخير عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض طاسة شاورما. هنعملها كده سندوتشات على الفطار نفطر بيها. وممكن تنفع كمان وجبة عشاء او وجبة غدا. ويلا بينا، لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. انا هنا جبت اللحمة معايا، قطعتها شرايح زي ما انتم شايفين بالشكل ده. دي حقيقة كانت عندي في الفريزر فطلعتها وقطعتها. حطيت الاضافات عليها: نص كوباية خل، نص كوباية من مية البصل، ملح وفلفل اسود وبابريكا، ومعلقة من القرفة بتخلي الاكل طعمه حلو جدا. معايا هنا بشرة من جوز الطيب، ابشريها قلبي الحاجات دي كويس جدا. معايا كمان معلقة من الزبادي ومعلقة من الطحينة. حقيقة الزبادي هيخلي اللحمة ليها طراوة، والخل كمان هيساعد في سواها سريعا، مش هيخليها تاخد وقت على النار. قلبي الكلام ده كويس قوي، وبعدين تغطيها وتحطيها في التلاجة، تبيتيها من بالليل وغطيها كويس عشان ما تاخدش روايح من التلاجة. حقيقة لو انتي بقى مستعجلة عليها، حطيها تبليها وغطيها وسيبيها ممكن نص ساعة او ربع ساعة حسب ما انتي عايزة. انا كده خلاص خلصتها، قلبتها كويس جدا، شربتها من التتبيلة، غطيتها كده زي ما انتوا شايفين، وحطيتها كده جنبي حوالي ساعتين. على بال كده ما تاخد من التتبيله وتتظبط كده معايا، اجيب بقى الخضار بتاعي واقطعه. معايا هنا بصل، معايا فلفل الوان اخضر واحمر واصفر، ومعايا طماطم مقطعه وشبت. كل الخضار متقطع كده شرايح والشبت مفروم، اقطعه كده واركنه على جنب. بعد كده انزل بقى اعمل الطحينه بتاعتي اللي انا هقدمها معاها. معايا كده معلقتين من الطحينه، ومعايا ميه مغليه علشان افك الطحينه بيها. قلبيها كويس جدا، حطي بقى الاضافات بتاعتها. انا هنا معايا معلقه من بهار الطحينه، ده بيجي من عند العطار، بيخلي طعم الطحينه جميل جدا. معلقه من الثوم، معلقه من الكمون، معلقه صغيره من الملح. قلبي كويس جدا لحد ما تدوبي الاضافات مع بعض، وخل وليمون. خلصت الطحينه بتاعتي كده ركنتها، والحقيقة اللحمة شربت من التتبيلة. اجيب بقى معايا طاسة سخنة على النار وفيها زيت، وانزل بقى بالشاورما بتاعتي. شايفين لونها شاربة من التتبيلة ولونها جميل جدا، واول ما بتنزل على النار الزيت السخن اسفة بتدي ريحة جميلة جدا. اديها الصدمة كده، ما تحطيهاش والزيت بارد، لازم الزيت يكون سخن. اديها الصدمة، ما تقلبيهاش على طول، استني عليها شوية. بعد كده قلبيها على الناحية التانية، يا دوب كده تحمريها، تديها تحميرة شوية، وبعدين تنزلي بالخضار. انزل بقى بالبصل والفلفل الاول معايا علشان ايه؟ ياخد الاستوى من اول القلب. اسيب الطماطم والشبت لبعدين علشان ما يتهريش معايا. في ناس كده بتحبها يبقى تحسي ان الخضار فيها صاحي كده طازة فانا بحب الخضار مهري شوية فيها. شايفين الخضار كده بعد ما اتدبل معايا وحسيت ان هو طاب شويه، بعديها بقى انزل بالطماطم وبالشبت معايا. قلبي بقى كده، شربيها من التتبيله، شربيها في بعضها. جميله جدا، الريحه منها طالعه بصراحه تحفه وروعه يعني. كل ما تغيبيها في التتبيله كل ما بتبقى حلوه معاكي. شوفي بقى انتي اللحمه معاكي استوت كده والخضار، تقومي ايه تنزليها. هنا بقى اللحمه بتاعتي استوت كده اهو، نزلت بيها كده. يلا بقى خشي على السندوتشات احشي. حقيقة ديت بقت يعني بتقدميها مع اي عيش، عيش بلدي فينو كايزر، اي عيش، عيش سوري. يلا بقى افرشي كده الطحينة وحطي كده الشاورما، يعني شكل السندوتشات تفتح النفس. بالهنا والشفا، من احلى الوجبات صراحة، وخفيفة جدا. تبدأي بقى يومك بيها على الفطار، وممكن تتعشي بيها، وممكن كمان تعملي بيها وجبة غدا يعني سريعة، ولو انتي مستعجلة. يلا بقى، وده كان الفيديو بتاعنا، وبالهنا والشفا. جربي بقى الشاورما بتاعتي، وبالهنا والشفا على قلبك بس.